اتحداك بعد الفيديو ده ما تجيبش راسة الشاطئ، لان في الفيديو ده جايب لك 11 مهمة هتقدر تعملها في الايام العادية وقصاد البوتات. يعني ما فيش اسهل من كده مهمات تنفذها عشان تجيب رأسة الانجازات دي بكل سهولة. بسم الله، اساطير اساطير، وفيديو جديد النهاردة. 11 مهمة معانا كلهم اسهل من بعض وهتقدر تعملهم في الايام العاديه كمان. بس قبل ما ندخل في شرح المهمات ما تنساش الصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وانزل دلوقتي اخبط لايك واعمل متابعه وانضم لعائلتنا. ويلا بينا على اول مهمه معانا يا جدعان. اول مهمه معانا يا جدعان انك تقتل واحد بالمسدس النزول، يعني تخلي صاحبك ينزلك بالنعاش اللي هو ب 400 توكن وتنزل على اي عدو وتجيبه بالمسدس. تاني مهمة يا جدعان وهي انك تجيب ايس في كلاش سكواد في الجولة السابعة، ودي عشان تعملها لازم تخش مع سكواد تكون عارفه ويسيبوا لك الجولة السابعة تجيب الايس كله لنفسك. تالت مهمة يا جدعان وانك تصحي صاحبك وانت واقع نوك، ودي تقدر تعملها بكل سهولة، انك توقع نفسك نوك وانت في القلب وتصحي صاحبك وينزل وانت واقع نوك. رابع مهمة انك تقتل نفسك بالدروب، وعشان تقتل نفسك بكل سرعة لازم تدمج نفسك ليكون دمك اقل من 20 وترمي على نفسك الدروب وبس كده. خامس مهمة يا جدعان وانك تقتل وتستعمل الشجرة 3 مرات، يعني تجيب كلين وتستعمل الشجرة 3 مرات. سادس مهمة يا جدعان وانك تقتل واحد وانت اول ما تحط تلج، ولازم يكون دمك اقل من 10. سابع مهمة معانا يا جدعان وانك تقتل واحد باللغم، ودي مفيش اسهل منها. تامن مهمة معانا يا جدعان وانك تصحي سكوادك كله وانت من ضمنهم بشخصية ديمتري. كل اللي هتحتاجه ان انت تروح مكان بعيد وتدمجوا نفسكم وتوقعوا نفسكم كلهم نوك، وانت تفضل للاخر وتوقع نفسك نوك وتستخدم شخصية ديمتري. تاسع مهمة يا جدعان وانك تجيب ايس كامل بالقبضة وتقدر تعمله في كلاش سكواد العادي. 10 مهمة معانا يا جدعان وانك تدمج 6 تلجات في ظرف 3 ثواني، ودي عشان تعملها بكل سهولة تستخدم شخصية سكايلر وتحط الستة قدامك وتدمجهم بكل سهولة. المهمة ال11 والأخيرة إنك تقتل 2 في نفس الوقت بشخصية أوريون، يعني بمهارة أوريون تجيب كلين في نفس الوقت يا جدعان. وكده جبت لك كل المهمات المخفية في لعبة فري فاير القديمة والجديدة. ما تنسوش اللايكات والاشتراكات. سلامات.